ما قبل مباراة الزمالك وبيراميدز. بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة وما قبل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز دوري نايل. مباراة مهمة جدا. مباراة الزمالك وبيراميدز او بيراميدز والزمالك بالتحديد، ان هي تكون مباراة بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي. مباراة من المتوقع ان مش هيكون فيها حضور جماهيري كبير من الجروب او الكورفا، بسبب طبعا احداث الدفاع الجوي. واي مباراة بتكون في الدفاع الجوي بيروحها الجمهور العادي، يعني ناس عادية جدا، ما بيروحش الجروب. فمباراة في غاية الأهمية للزمالك، مباراة بعنوان اركبوا الدوري. مباراة زي ما قلنا قبل كده في ما بعد مباراة الزمالك والجونة، مباراة البيراميدز أصبحت مباراة أكون لا أو لا أكون، مباراة حياة أو موت. مش مطالب من اللعيبة غير إن هم لازم الثلاث نقط بأي شكل. فلوس، المفروض ان في قرض دخل النادي، والاخبار اللي انتشرت اللي اصلا بتتقال من زمان ان النادي اولويته ان هو يدي اللعيبه مستحقاتها. فالمفروض ان شاء الله ان حضرتك هتخش مباراه بيراميدز كلكم كلعيبه واخدين فلوس، فمش هيكون عندكم حجه. فاتمنى ان احنا نقدم مباراه كبيره، وتقدموا كل حاجه عندكم، وتتعبوا وتطلعوا كل ما هو عندكم، عشان خاطر قيمه التيشيرت اللي انتوا لابسينه. الزمالك نادي كبير واسم كبير وبيلعب على كل البطولات، فما فيش رفاهيه ان احنا نضيع نقط تاني. لو كنا ركزنا شويه كان زمانك اصلا راكب الدوري بفرق عن الاهلي وبيراميدز. بس قدر الله وما شاء فعل، واصبح الوضع دلوقتي في ايدك. هتكسب مباراه بيراميدز ان شاء الله، تبقى الاول وتركب الدوري، وبعد كده تلعب باريحيه. الفتره الجايه بقى تشوف هنعمل ايه. ربنا يكرم مجلس الاداره ويصحوا من الغيبوبه لو هيجيبوا اي تدعيمات. المنافس عامل تدعيمات ميركاتو رهيب وهم نايمين، فربنا يسهل. مباراه بيراميدز المفروض ان الطبيعي ان احنا بنعرف نلعبها كتيم الزمالك. في اسوأ حالاتك، لو تفتكر مباراه معتمد جمال في الكاس، كسبنا بيراميدز في مباراه كانت صعبه، يجيبوا نتعادل ويجيبوا نتعادل. المباراه فضلت رايحه لغايه ناصر منسي لما نزل وسجل وكسبنا. فانت بتعرف تكسب بيراميدز. نفسيا هو بينزل قصادك ما بيعرفش يلعب معاك نهائي. كسبنا مره واحده تقريبا، مره في الدوري ومره في كسب ضربات الجزاء. فماتش المفروض ان انت داخل الماتش بمعنويات عاليه، داخل المباراه اصلا انت نفسيا راكب على المنافس، فمفيش فرصه انك تضيع نقطه. لازم نكسب، لازم نكسب. مباراه اكون او لا اكون، اركبوا الدوري. كلام واضح. كفايه علينا مجلس الاداره واللي بيعمله، وكده كده الجمهور مش مسمي عليه. فاتمنى ان اللعيبه ما تدخلش نفسها في المعادله دي، ان الجمهور يقلب عليها هي كمان، لان الفتره اللي جايه النار هتطول الكل. هنتكلم عن مباراة الزمالك النهارده وسريعا، ومباراة بيراميدز، وهنتكلم عن التشكيل الانسب للمباراة او المتوقع بنسبة كبيرة، لان التشكيل بيكون ثابت مع كريستيان جروس. هيكون لينا وجهة نظر في حاجة بسيطة. هنتكلم عن اخطاء بيراميدز، او مشكلة في دفاع بيراميدز اللي الزمالك ازاي يلعب عليها ونوضحها، والنقطة التريكة اللي بتكون في الهجوم. نبدأ على طول بالمشاكل الدفاعية الخاصة بفريق بيراميدز. في مشكله في خط دفاع بيراميدز، في انصاف المساحات في خط الظهر. انصاف المساحات اللي في خط الظهر، يعني ما بين الباك الشمال والمساك،
وما بين المساك والمساك وما بين المساك والباك اليمين. انصاف المساحات دي فيها مشاكل في بيراميدز في كذا لقطه. يعني هي مش هنبص مع بعض، جبت لك كام لقطه من كذا مباراه. يلا بينا نبدا على طول بالحالات. اول لقطه معانا تتفرج عليها دلوقتي من بيراميدز. عايزك تركز مع اللعيب اللي هيجري، اللي بيبقى دايما مع خط الدفاع، عايزك تركز معاه في كل الحالات. اللعيب اللي مع خط الدفاع تشوف هيجري منين، هتلاقيه دايما بيجري من ما بين الاثنين اللعيبه، سواء الباك والمساك، المساك والمساك، الباك والمساك. انصاف المساحات دي خد بالك عليها. اول لقطه اهي معانا، بص اللعيب هيبدا اهو، هيعمل الباص. بص حط الباص، اول لعيب جري منين، بص الثاني ايريك جري منين. نفس اللي بقول لك على فكره المساحه، واتعرضت وكانت فرصه خطره جدا. اللقطه اللي بعدها نفس الفكره، شوف اللعيبه بتجري فين في انصاف المساحات اللي قلت لك عليها. بص اللعيب هيعمل الباص ده قبل ما يعرضها لك، هيعمل باص بوش رجله خارج الايريك. شوف ايريك هيجري منين، لاعب الاسماعيلي. بص الكادر معانا، اللعيب هو عمل الباص بوش رجله، شفت ايريك جري منين، ما بين المساك والباك. وبص هتتعرض، هيستلم جول. نفس الفكره بالظبط. حاله تانية على طول سريعا مع بعض، عايزك تركز على اللعيب اللي واقف مع خط الظهر. شوف هيجري دايما، هيجري ازاي ما بين في انصاف المساحات. بص الكادر ده والصوره دي من ماتش الاسماعيلي برضه. بص الحاله، بص اللعيب هيعمل الكره الطوليه، بص جري منين واستلم، وعرضيه وكره خطره جدا الدفاع يطلعها. يجروا دايما في المساحه اللي ما بين خط الظهر. دي من مباراه زد اللقطه دي. بص برضو اللعيب اول ما يباص الكره، بص اللعيب جري منين، قطع المساحه، فرصه خطره، جري ما بين الخط الظهر. بص الكادر اللي بعده في لقطه تانية، بص اللعيب هيحط الباص، جري منين، من انصاف المساحه، فرصه خطره جدا والدفاع يطلعها. من مباراه زد تاني، بص اللقطه اللعيب هيجري منين. عايزك تركز على اللعيب اللي هيكون اللي في الدايره ده اللي جاي بيجري. بص جري منين، بص قطع المساحه اللي في النص ازاي، وبقت فرصه في العارضه، فرصه خطره جدا. دي كانت المشكله اللي انا شفتها من مباراه بيراميدز، في مباراه بيراميدز سواء قدام الاسماعيلي او كانت في مباراه زد. فهي واضحه ان هي مشكله انصاف المساحات في خط ظهر بيراميدز. وهنا قبل ما نروح للنقطه الخاصه بالهجوم، هنروح لنقطه العب بتشكيل ايه عشان يقدر يلعب على الفكره دي. هنا دور عبد الله السعيد، فكره الباصات. عبد الله يتحرك في ظهر خط النص في مركز 10 اللي كده كده اوريدي بيلعبه، وعبد الله يبدا يلعب الباصات للثلاثي اللي دايما الجناحين داخلين للعمق، والمهاجم يبداوا يتحركوا هما الثلاثه دايما في المساحات دي، انصاف المساحات. وعبد الله هنا دوره يبدا يوزع الباصات في المساحات دي، وعبد الله عنده الملكه الكبيره جدا في الموضوع توزيع اللعب ودقه الباص. فهنروح للتشكيل. التشكيل هو المفروض ثابت، انا اختلافي على حاجه واحده، المهاجم هيلعب عمر جابر، الونش حسام فتوح للاسف، واتمنى ان بنتايج يلعب، بس مش ده الخلاف الكبير. اتمنى تمني ان بنتايج ياخد فرصه، فتوح مستواه سيء، ففي الغالب هيكون فتوح. دونجا، شحاته، عبد الله، زيزو، شلبي. وهنا مش ناصر منسي ولا حسام اشرف، هنا انا عايز يلعب بالجزيري عشان النقطه دي ونقطه الضعف دي. الجزيري عنده ميزه كويسه جدا، فكره ان هو بيجري حلو قوي في المساحات. مع زيزو لما يخش العمق يضرب المساحات، مع شلبي يخش العمق يضرب المساحات، انصاف المساحات دي هنبدا نشتغل بالثلاثه، تشكل عليهم خطوره كبيره جدا. دي الفرصه او التشكيل اللي يقدر من خلاله الزمالك يضرب خط دفاع بيراميدز او انصاف مساحات خط دفاع بيراميدز اللي فيها مشكله في ماتشات كتير، وجبناها بالحالات.
نخش على نقطة وليد الكارتي، ونقطة مهمة جدا في هجوم بيراميدز. بيراميدز وهو بيهاجم دايما، سواء العرضية تعمل في بيراميدز بيعمل عرضيات يا اما من نص الملعب شوية، يا اما من الجنب قدام. دايما ركز، هتلاقي وليد الكارتي داخل مع فيستون مايلي، دايما هتلاقيه تحت منه، وهو مميز جدا. وليد الكارتي اصلا مميز في الكور العاليه، ومميز في الكور في الفينش، يعني هو بيسجل كويس. فالحالات اللي هعرضها لك دي مش كلها سجل منها، ممكن يكون يعني في الغالب وليد الكارتي ما سجلهمش، بس الفكره نفسها اللي لازم دفاع الزمالك يخلي باله منها. يعني لو مثلا الونش هيمسك فيستون مايلي، يبقى حسام عبد المجيد مخلي عينه دايما على الكارت اللي جاي، او العكس. لو حسام هيمسك مايلي، يبقى الونش عينه على الكارت اللي جاي، لانه دايما جاي فاضي، خطر جدا. بص كده الكادر اللي معانا ده هنا، اللي عامل لك عليه سهم احمر ده وليد الكارتي. عايزك تتفرج على طول اول ما اشغل الحاله. بص وليد الكارتي ده هيجري ازاي. بص ابراهيم عادل اللي معاه الكوره هيعمل كوره عرضيه في النص، بص الكارتي قطع، استلم، ما سجلهاش، بس الفكره كانت الكوره خطره جدا. طيب حاله ثانيه، عايزك تبص على فيستون مايلي تحت منه على طول في الكادر ده وليد الكارتي. بص الفيديو هنا، الكوره هتروح طوليه للشيبي، بص الكارتي اللي هو زي مركز 10، بص بيتحرك، راح خد الكوره ورا فيستون مايلي. حاله تاني، بص الصوره دي اللي عامل لك عليه سهم اسود ده وليد الكارتي. بص اول ما نشغل الحاله ركز، اللي عليه سهم وليد الكارتي برضه هيروح فين. بص شيبي عمل الاوفر، بص الكارتي دخل جوه، هو اللي جوه 6 ياردة ورا فيستون مايلي اللي في قلب الشبكه. فرصه تانيه، عايزك تركز تاني مع وليد الكارتي. بص الحاله هنا هيتعمل باص لايجولا اللي جاي، ركز في الاخير ده خالص، اللي قطع ده اللي هيستلم الكره اللي عملها بالهيدر وليد الكارتي. فهي دي فكره مهمه جدا بيراميدز بيلعب عليها كتير، بالاضافه طبعا لمهارات مصطفى فتحي من الشمال، وابراهيم عادل المرهق جدا ناحيه اليمين، وسرعات طبعا فيستون مايلي، والتحضير كتير بقى بوليد الكارتي وطبعا بلاتي توريه، ولو لعب في النص بقطه او مهند لاشين مش عارف هيروح لمين فيهم. بس البيراميدز بيعتمد دايما على تدوير الكره كتير، والمهارات في الاجناب الجناحين. فانت هنا لازم بالاضافه لنقطه انك تخلي بالك من تريكايه بيعملها وليد الكارتي، تخلي بالك من فكره الجناحات، فخلي بالك من محمد حمدي اللي دايما على طول طاير. وهنا دور زيزو، لازم جروس يدي لزيزو فكره، وعمر جابر يخلي باله في الزياده عشان يوقف حمدي شويه، بس في نفس الوقت ما تطرش جامد عشان ما تضربش، لان ورا عمر جابر مين؟ ده ابراهيم عادل. ففكره جروس ان هو يطير بقى الباكين بزياده قوي قدام بيراميدز مصطفى وابراهيم تبقى كارثه. فانا اتوقع ان كريستيان جروس هيلعب اصلا تحت الكره كومباكت، ده توقعي، وخلينا نشوف هنيجي بعد المباراه ونحلل المباراه. جروس بنسبه 90% هيلعب كومباكت تحت الكوره، اتوقع ده عشان يعني يقل ويحد من خطوره بيراميدز في فكره المساحات. وهيبدا هو يلعب على نقطه ان شاء الله يلعب على التحولات في نقطه المساحات وانصاف المساحات اللي قلنا عليها، الجزيري يجري فيها، زيزو وشلبي يبدا يضرب المساحات دي، وهنا دور عبد الله في الباصات اللي فيها دقه شديده جدا في انصاف المساحات دي. وان شاء الله نقدر نحقق من الفكره دي المكسب. فنقدر، بس اتمنى ان يعني نقدر ان شاء الله. بيراميدز طبعا سكواد كبير وفريق كبير، كسب الترجي في دوري الابطال ومتعادل مع الاهلي وناقص لعيب، هو متصدر الدوري، فريق قوي، بس لازلت بقولها لك الزمالك يقدر يكسب بيراميدز بكل ثقه، نفسيا وفنيا وكل حاجه انت تقدر تكسب بيراميدز، بس تركيز ونلعب بقلب ورجوله، وان شاء الله نحقق الفوز ونستغل المشاكل اللي في خط دفاع بيراميدز، نضرب المساحات دي ونركز في الدفاع. فيستون مايلي نمسكه كويس، والاثنين اجنحه مصطفى وابراهيم نخلي بالنا، ولو رمضان لعب برضه نخلي بالنا، كلهم لعيبه خطره جدا. صديق اجولا خطر جدا، نخلي بالنا من عرضيات الشيبي، هنا دور الونش وحسام في الكور العاليه.
نخلي بالنا من كل الكلام ده. فريق شامل عنده حلول كتير جدا، بس انا حاولت اجيب لك تريكات بتتكرر كتير. ده كان كل اللي معانا بخصوص فريق بيراميدز، سواء النقطه المشكله في الدفاع او النقطه التركيه اللي في الهجوم اللي بيلعب عليها بشكل كبير او بتتكرر كتير. ان شاء الله التوفيق للزمالك في المباراه المهمه جدا في مباراه يوم الجمعه ان شاء الله. يا رب التوفيق يكون من نصيبنا ونحقق الثلاث نقط، هيكونوا مهمين جدا 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 في مشوار المنافسه على لقب الدوري. كان معاكم اسلام دونجا في حلقه جديده من برنامج على الطاير. نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، سلام.